ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. مسلسل جايدنس الحلقة ال5 الموسم الأول. الحلقة بتبدأ بتشيب وبريدجيت وروجر بيكونوا في مكتب ميس آن، وبيكونوا قلقانين قوي من الأخبار اللي بيسمعوها عن مريم وإنها حاولت تنهي حياتها بسبب المشاكل اللي بتحصل لها. روجر بيكون متوتر جامد وخايف قوي على مريم، وبيكتشف ان تشيب هو كمان قلقان عليها قوي. بريدجيت بتكون اهدى واحدة فيهم وبتتهم تشيب ان هو سبب في كل اللي بيحصل لمريم. تشيب بيرد عليها وهو متنرفز وبيقول لها انه ما نشرش الصور وما بعتهاش لاي حد، بيقول لها ان هي سبب ان المشكله تكبر بعد ما عملت حساب باسم مريم على تويتر ونزلت بوستات فيها كلام وحش لكل زمايلها الطلبه، وده خلى الطلبه يزعلوا منها ويكرهوها وعملوا عليها حرب على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وبتوصل ميس آن وبتقول لهم ان ابو مريم قدم شكوى للنائب العام بكل اللي حصل لبنته، وان الشرطة هتحقق في الموضوع مع كل الاطراف اللي ليها علاقة باللي حصل لمريم، وانهم ممكن يكونوا متورطين في الموضوع ده وهيعرضوا نفسهم للمساءلة القانونية. وبتطلب منهم لاخر مرة انهم يتكلموا معاها بكل صراحة عشان تقدر تساعدهم. تاني يوم تشيب بيروح لميس آن بيقول لها ان هو السبب في كل اللي بيحصل ده، لانه بعت صور مريم لاخوه عشان يوريه البنت الجميله اللي هو بيحبها، ده غير انه بعت صور كمان لمريم. تشيب بيكون متاثر قوي وهو بيتكلم علشان هو اتفاجئ ان مريم قطعت علاقتها بيه فجاه من غير اي سبب، ده غير انه اكتشف انه بيحبها فعلا وزعلان من تجاهلها ليه من غير ما تتكلم معاه او حتى تعاتبه على اي تصرف مش كويس هو عمله معاها، مع انه ما عملش معاها اي تصرف وحش، لكن هو ما كانش يعرف ان الموضوع هيكبر قوي كده. بعدها ميس آن بتتصل بالمستشفى عشان تطمن على مريم، وبتعرف انها خرجت من المستشفى ورجعت على البيت. ميس آن بتروح على بيت مريم ومعاها كل الدروس اللي فاتتها، وبتكون عاوزة تطمن عليها وتعرف ايه اللي حصل لها الفترة اللي فاتت وايه سبب دخولها المستشفى. فبتقول لها انها كانت سايقة العربية بتاعتها وسرحت وخرجت عن الطريق، ولكن باباها قلق عليها جامد وخدها على المستشفى عشان يطمن على حالتها الصحية، وانها قعدت كام يوم تحت الملاحظة وبعدها بقت كويسة. ميس آن بتسأل مريم عن الصور اللي بعتها لها شيب واذا كانت هي بعتتها لحد تاني ولا لا. مريم بتفهم كلام ميس آن غلط وبتكون فاكرة انها تقصد ان هي اللي عملت كده بنفسها، وبتعرفها انها اتصدمت فيها مع انها بتدافع عنها قدام باباها اللي عاوز يرفضها من شغلها، وبتطردها وبتقفل الباب في وشها. تاني يوم ميس آن بتقابل بريدجيت وبتقول لها ان الحساب اللي عملته على تويتر القانون هيحاسبها عليه لانها استغلت حرية التعبير بشكل غلط وتسببت في مشاكل لمريم. بريدجيت بتقول لها انها كانت بتحب مريم قوي لما كانوا زمايل في فصل واحد وكانوا مع بعض في فريق الباليه، وانها كانت مبهورة بيها قوي وفخورة عشان هي صاحبتها، لكن اتفاجئت ان مريم بعتت لها رسالة تطلب منها تبعد عنها عشان هي مش من مستواها. ومن اللحظة دي بريدجيت كرهت مريم عشان اكتشفت انها مغرورة ومتنمرة وما عندهاش اي اهتمام باي حد غير نفسها وبس، ده غير اللي هي عملته معاها حسسها ان حياتها كلها اتدمرت وان ملهاش اي قيمة في الدنيا. ميس آن بتكون متعاطفة مع بريدجيت بسبب اللي حصل لها، بس بتقول لها ان مفيش اي دليل على كلامها يثبت ان مريم اتسببت لها في ضرر على عكس اللي هي عملته، وان في اكتر من دليل يثبت ان مريم اتعرضت لاضرار كتير بسببها. عشان كده المدرسة قررت تفصلها فصل مؤقت لمدة اسبوع كعقاب ليها على اللي هي عملته مع مريم. بريدجيت تعترف بغلطها وانها ندمانة على اللي هي عملته، لكن بتقول لميس آن ان في حد تاني هو الاساس بتاع المشكلة كلها، وانه هو اللي نشر الصور بتاعة مريم ولازم يتحاسب على اللي هو عمله. بعدها ميس آن بتكون قاعدة مع لينز اللي بتحكي لها ان كل الطلبة بيسألوها عن اخبار مريم، وبصفتها بنت عمها فهي دلوقتي مصدر المعلومات عن مريم. ميس آن بتقول لها ان ده امر طبيعي بحكم صلة القرابة اللي ما بينهم يعني، وبتحكي لها انها وصلت لنقطة الصفر من تاني في المشكلة بتاعة آن لانها حاسة ان تشيب بريء، بس بتلاحظ ان لينز مهتمة قوي بتليفونها وبتقول لها ان الموضوع ده ما يهمهاش وانها مش عاوزة مريم ترجع تاني المدرسة. ميس آن بتستغرب من كلام لينز ولسه هتسألها عن سبب كلامها الغريب ده والتغيير اللي حصل لها. بيسمعوا صوت تشيب والشرطة بتقبض عليه، وبينده على ميس آن وبيقول لها انه بريء وعاوزها تشهد بالكلام ده وتساعده. تاني يوم روجر بيروح لميس آن وبيكون معاه كشف فيه كل المستخدمين للتطبيق بتاعه، وميس آن بتشكره جامد على مساعدته ليها، لكن روجر بيقول لها انه بيساعد نفسه قبل اي حد، خصوصا وانه عارف ان تشيب اتقبض عليه وهو مش عاوز يحصل معاه كده لانه عاوز الملف بتاعه يكون نضيف ما فيهوش اي نقطة سواد ولو حتى مجرد تحقيق. الحلقة السادسة.
ميس والش بتكون مع ميس آن وبتقول لها ان تشيب بيتحقق معاه بشكل رسمي، لكن لسه النيابة ما وجهتش ليه اي اتهام من اي نوع. ميس آن بتقول لها انها حاسة ان تشيب بريء وروجر ملهوش يد في الموضوع ده، وبريجيت غلطتها بعيدة عن نشر الصور، وان في حد تاني مجهول هو اللي عمل كده. ميس والش بتقول لها ان الموضوع بقى موجود على كل صفحات الجرايد وفي نشرات الاخبار، ومفيش وقت عندهم عشان يدوروا على الشخص المجهول اللي هي بتقول عليه. بعدها ميس آن بتتكلم مع روجر علشان هي مش قادرة توصل لأي معلومة من الكشوفات اللي فيها المستخدمين بتوع التطبيق، فبيقول لها ان ده امر طبيعي لان اغلب المستخدمين بيختاروا اسامي مستعارة غير اساميهم الحقيقية. ميس آن بتسأله ازاي اي شخص ممكن يوصل للصور اللي على تليفون حد تاني، فبيقول لها ان اول خطوة انه بيدخل على الكمبيوتر بتاعه، وتاني خطوة بتكون من خلال المزامنة للحسابات الشخصية بتاعته ممكن يوصل للصور اللي على تليفونه بكل سهولة. بعد كام يوم تشيب بيكون مع ميس آن وبيقول لها ان التحقيق انتهى وهو مستني النتيجة، واما انه هيكون بريء او هيترفع عليه قضية وممكن يتعرض للحبس، يعني باختصار كده مستقبله ممكن يضيع. وبيقول لها ان كل ده حصل عشان كان بيصور البنت اللي هو بيحبها. ميس آن بتتكلم مع تشيب وبتقول له ان مريم مش نهاية الكون، وان رفضها ليه مش معناه انه يكون محبط قوي كده، وان مش هي البنت الوحيدة اللي هيقابلها في حياته، بالعكس هو لسه هيقابل بنات كتير واكيد هيلاقي البنت اللي بتحبه من قلبها. بس وهما بيتكلموا بتجيله رسالة من مامته وبيعرف ان نتيجة التحقيق ظهرت وانه اترفع عليه قضية، فبيجري بسرعة على البيت. تاني يوم ميس آن بتقابل بريجيت اللي بتكون خلصت مدة العقاب بتاعها، وبتديها قرار اعتماد النشاط النسائي بتاعها، وبتقول لها انها هتكون المشرفة بتاعتها. بريجيت بتفرح قوي وبتشكر ميس آن على اللي هي بتعمله معاها، لكن بتقول لها ان مفيش غير هما الاتنين بس اعضاء ولسه عاوزين ناس تانية كتير. ميس آن بتقترح عليها ان لينز ممكن تكون عضوة معاهم، بس بتتفاجئ ان بريجيت بترفض علشان لينز اتغيرت جامد الفترة الأخيرة وإنها بقت نسخة من مريم في لبسها وفي طريقة كلامها. ميس آن بتصعب عليها لينز قوي علشان هي عاوزة تلاقي اهتمام من أي حد ومش عارفة تعمل إيه، وبتبص على صورتها لكن بتتفاجئ إن لينز لابسة نفس الحلق اللي مريم متصورة بيه. ميس آن بتفتكر كلام لينز وإنها مصدقت إن مريم مشيت من المدرسة ومش عاوزاها ترجع تاني، وبتحط لينز في دايرة الاتهام وبترتب أفكارها وبترجع بالأحداث من بداية معرفتها بلينز. تفتكر اليوم اللي لقت فيه لينز موجودة في مكتبها قبل ميعادها، وتحججت بأن مامتها وصلت بدري وإن هي اللي حطت جهاز التنصت في المكتب بتاعها، وبتفتكر كلامها عن تشيب وإنها بتحبه وكان نفسها ترتبط بيه، وإنها قالت لها إنها كانت في البيت عند مريم وأكيد قدرت توصل لصورها من على جهاز الكمبيوتر بتاعها. والحاجة اللي بتأكد لها كل الكلام ده هو الاسم المستعار بتاع لينز الموجود في كشف مستخدمين تطبيق الصور بتاع روجر، فبتبعت تجيب لينز في مكتبها وبتقول لها انها وصلت للحقيقة في مشكلة مريم. لينز بتقول لها اكيد مريم هي اللي عملت كده بنفسها عشان هي مجنونة شهرة وعاوزة كل الناس يفضلوا يتكلموا عنها. ميس آن بتقول لها ان مريم مش مجنونة بالشهرة وان هي اللي بتدور دايما على الاهتمام من حواليها ودايما عاوزة تكون زي مريم، عشان كده هي نشرت الصور بتاعتها. لينز بتتصدم من كلام ميس آن وبتنكر كل حاجة خصوصا وانها ما تعرفش ارقام الطلبة اللي في المدرسة، لكن ميس آن بتقول لها انها كدابة عشان هي قدرت توصل لقاعدة البيانات بتاعت المدرسة كلها لما راحت على مكتب ميس ماسترو وكتبت عليها وقالت لها انها حاسة بتعب شديد وخلتها تخرج من مكتبها عشان تجيب لها عصير. تاني حاجة هي انها قالت بنفسها لميس آن انها كانت بتقعد في أوضة مريم. تالت حاجة هو الحلق بتاع مريم اللي هي سرقته منها. رابع حاجة هو جهاز التنصت اللي حطته في مكتبها. واخر حاجه هي انها اتصلت من رقم مجهول على مستر فرانكلين مسؤول الاذاعه المدرسيه وقالت له ان عربيته اتخبطت، فخرج من مكتبه عشان يشوف ايه اللي حصل، وهي زاعت التسجيلات بتاعه مريم في الاذاعه الداخليه علشان تخلي الطلبه يكرهوها. لينز بتنهار وبتقول الحقيقه لميس آن وهي انها غيرانه من مريم وحبت تعرفها يعني ايه تكون مهمله ومحدش بيهتم بيها. وبتوصل ميس والش وبتقول للينز انها اتفصلت من المدرسه وبتطردها. لينز بتكون قاعده قدام المدرسه لوحدها مستنيه باباها ومامتها، وبتلاقي مريم جت وقعدت جنبها وبتسألها هي ليه عملت فيها كده، خصوصا وانها خسرت اختبار الاداء في فرقه كبيره للباليه، وان تشيب كان هيتحبس ومستقبله كان هيضيع لولا ان باباها اسقط عنه كل التهم، ده غير الفضيحه اللي حصلت لها كلام الناس عنها. لينز بتعتذر لها وبتقول لها ان باباها ومامتها هم السبب في اللي هي فيه ده، عشان من وهي صغيره وهم بيقارنوها بمريم وبيكونوا عاوزينها تبقى زيها في جمالها وشياكتها، ده غير انها لقت تشيب الولد اللي هي بتحبه مش مهتم بيها ومعجب بمريم برضه. مريم بتقول لها انها كده هتلاقي حد احسن من تشيب،
خصوصا وانه ما بيهتمش باي حاجه غير الرياضه وبس، وانه ما يعرفش يهتم بالانسان اللي في حياته خالص. مريم بتقول لها انها هي اللي كان نفسها تكون زيها وتكون عايشه في هدوء، وبتقول لها انها مسامحاها على كل اللي هي عملته معاها، علشان هي مش ناسيه انهم اتربوا سوا في بيت واحد وعاشت معاها اجمل ايام طفولتها. بعدها مريم بتروح على ميس آن وبتشكرها على كل اللي هي عملته علشانها، خصوصا وانها بعتت رساله للفرقه بتاعه الباليه شرحت لهم المشكله بتاعتها، وده خلاهم يوافقوا على الاختبار بتاع مريم. ميس آن بتتمنى لها النجاح والتوفيق في حياتها، ومريم بتحضنها جامد، وبكده مس آن بتكون قدرت تحل أول مشكلة في حياتها المهنية. وبكده احنا وصلنا لنهاية الموسم الأول. أتمنى يكون السلسلة عجبتكم، يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.